السلام عليكم. لو انت بعد سن ال40 احفظ الفيديو ده عشان هترجع له بعدين. قلات البندورة دي أكلة شهيرة جدا في منطقة الشام، بالذات في فلسطين والأردن. بتتعمل البندورة، والبندورة يعني الطماطم عشان ما حدش يسألني. بتعمل البندورة وزيت الزيتون والفلفل الشطة والبصل واللحمة المفرومة. بتتاكل على الفطار وفي الغداء وفي العشاء. بتتاكل مع العيش عشان ما بتتاكلش مع رز، ودي الصح بتاعها. قلات البندورة مش بس طعمها حلو وسهل في التحضير، لا دي كمان فيها فوائد صحية كتير قوي. البندورة مع زيت الزيتون بيكونوا مادة اسمها مادة اللوكابين، واللوكابين دي مادة كيماويات من النباتية أو كيماويات نباتية. الكيماويات النباتية دي بتدوب في الدهون نتيجة اتحاد الطماطم مع زيت الزيتون، ودي حاجة بتمنع الأكسدة وبتحمي كمان من أنواع كتير أوي من السرطانات، زي سرطان الرئة وسرطان المعدة والبروستاتا. وكمان البندورة فيها فيتامينات زي ال A وال C وال K والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم. الحاجات دي بتخلي البشرة والعظم والقلب والمعدة والمناعة تبقى في أحسن حاجة. اللحمة المفرومة بقى بتدي الجسم بروتين وحديد وزنك وفيتامين بي 12. الحاجات دي بتساعد في بناء العضلات ونقل الأكسجين وتقوية الشعر والضوافر والأعصاب. طبعا مش عايز أقول لكم مادة اللوكابين دي كمان بتساعد وبتشفي من التهابات البروستاتا خصوصا بعد سن ال40. لو عايز تخلي بقى قلاية البندورة أصح، ممكن تعمل منها كمان في حاجات بسيطة قوي، زي إن إحنا بنحط فيها زيت زيتون مكان الزيوت النباتية العادية، عشان بتكون فيها دهون كويسة قوي بتحمي القلب. وممكن لو إحنا مش عايزين لحمة مفرومة نخليها يا إما نحط فراخ أو سمك أو حمص أو عدس، وممكن نزود خضار زي الجزر أو الكوسة أو البتنجان. يا ريت الناس تخلي بالها إن ريتش القناة فعلا بيقع، فيا ريت اشتراك ودعم تعليق ومشاركة عشان القناة تقدر تستمر. كمان عايزين نقول حاجة، احنا النهاردة قدمنا حاجة من أرض فلسطين عشان ندعم القضية الفلسطينية أكتر وما نخليش الناس تنسى إيه القضية اللي احنا بندافع عنها. أشوفكم دايما بالخير، وما تنسوش تقولوا لنا عملتوها قبل كده ولا لأ.